اعتقد انها مباراة حقيقية، لان الكل كيعرف القوة ديال تطوان وديال الجيش اللي كينافسوا على واحد، كينافس على البطولة الجيش، وتطوان كتنافس على مركز في المسابقات الخارجية. من بعد كاين الماصية الأخرى كتلعب على مسابقة خارجية، كاين مكناس كتلعب من أجل تفادي النزول. كلها مباريات صعبة، وإن كان كل المباريات اللي لعبنا مباريات صعبة، ولكن كنعتقد على أن أولمبيك قريبة للامانه كتلعب كره شناكي، كتضغط، كتلعب كره حديثه. الاشكال كاين هو ان الفرص كتضيع بسذاجه كبيره، كنتلقاو اهداف من اخطاء احيانا فرديه، ولكن اعتقد ان مع انها مباريات كبيره نقدروا نقدموا فيها لقاءات. فقدمنا لقاءات قدام الوداد، هنا كنا قويين، قدمنا لقاءات تطوان كنا قويين، الماس كانوا تعادلوا في وقت سابق ما كنتش انا فيه. انا اعتقد على ان اليوم ما بقاش فريق ضعيف وفريق قوي، خصنا 4 ديال اللقاءات نديروها امنا نشتغلوا فيها، وما كاينش مستحيل في كره القدم، ربما نحققوا نتائج مع الفرق اللي ما حققناهاش مع فرق اقل شكلا منها.